أهلا بكم يا شباب في قناة كورة 90. النهاردة بقى هنتكلم عن الأخطاء الكتيرة اللي هي عملتها أصلا النادي الأهلي، اللي عملها النادي الأهلي. أخطاء كتيرة جدا، وأنا ما كنتش متوقع إن الأهلي هيخش في جوان. طبعا أول غلطة إن وسام أبو علي أصلا طلع الكورة، بس يعني هو عمل اللي هو أصلا إن المفروض الدفاع يعمله، وإن الدفاع أصلا والدفاع مقفل الدفاع واقف صح، والدفاع واقف صح. وسام أبو علي لما مسك واحد، لما خبط الكورة خبطها براسه من ورا، فهي ردت للجون. عشان انتوا يعني تبقى ليكوا فكرة أو ليكوا حاجة معينة، إن انتوا متفتكروش إن وسام أبو علي ده هو اللي السبب في دخول الجون. هو غلط غلطة، بس الغلطة الأكبر إن هما فتحوا الملعب اللي أنا كنت متوقع إن ممكن يلعبوا بيفتحوا الملعب. لما فتحوا الملعب لعيبة بالميراس، بالميراس لحق، قال لك أنا هلقط جون تاني وأقفل الملعب عليهم. لو خدت بالكم إن بالميراس لعب بالتيكي تاكا، وصل للجون وحط جون. لعب تيكي تاكا ووصل للجون وحط جون فعلا. ده اللي انا كنت مخططه وكنت متوقعه. انت مقعد محمد سيحة بره، هو الشناوي حلو، هو مش وحش، بس محمد سيحة طوله، هو في طول يفرق، في طول يفرق. الشناوي عنده طوله كام؟ 192، 193 مثلا، 194. طول محمد سيحة 198 مثلا، اللي انا اعرفه، اللي انا عارف الطول يعني، مش عارف قوي، بس يعني انا سمعت المعلومة من الطول. تمام. انتوا يعني هو مقعد محمد سيحة، مقعد قفشة، مقعد مين تاني، نزل حسين الشحات في الآخر باين أعتقد. تمام، طلع زيزو. وإن الحكم بوظ الماتش، الحكم خرب الماتش. ده مش حكم أساسا، ده حكم زبالة، حكم والله زبالة. ده حكم أقسم بالله زبالة. ده ما يسمىش حكم. ضيع ضربة جزاء، حتى الكارت الأحمر اللي لغاه وخلاه كارت أصفر. يعني والله زي ما بقول لكم، أنا شايف التدخل اللاعب بتاع بالميراس، أقسم بالله تدخل عنيف. يعني أنا لو واحد حكم أنا هديله كارت أحمر على طول، هطلعه بره. لأن التدخل اللي دخله ده فيها كسر على طول، هي مش محتاجة تفكير. لا، ده راح طلع بره، راح الفار، وراح راجع تاني، قال كام كلمة باين، مش فاكر مستوى يعني، ما كنتش موجود في الكام كلمة دول. قال كام كلمة وبعد كده راح مدي انذار. طب ايه ده؟ يعني ايه انت لغيت الكارت الاحمر وبعد كده رحت مطلع له كارت اصفر؟ طب ازاي؟ ازاي؟ ده اللي هيجنني. ليك ضربة جزاء ما خدناهاش، اللاعب ما اتطردش، تمام، الحكم بوظ الماتش. اللعيبه، لو انتوا كنتوا بتتفرجوا على الماتش، لو خدتوا بالكم اللعيبه كان بتدغدغ في لعيبه الاهلي. لعيبة الأهلي كان يا دوبك لسه بيلمس الكورة يلاقي التاني تك، راح نازله واكله بالنص. حاجة تجنن، حاجة يعني. ده مش لعب كورة، ده ما اسموش لعب كورة، ده ما اسموش لعب كورة. ده أقسم بالله لعب أي كلام، أقسم بالله ده لعب زبالة. لعب بالميراس، نادي بالميراس لعب زبالة، والله زي ما بقول له كده. غير كده أنا اتفرجت على الماتش بتاع إنتر ميامي. هم لعبوا حلو، شدوا حلو، دخل فيهم أول جون في كام دقيقة بالظبط بعد ما بدأ الماتش. بس من حظ إن ميسي إن يجيله فاول من بره 18 في حتة مظبوطة جدا ويحطها في الجول. هو في فيديو هيتعرض دلوقتي على الكورة بتاعت ميسي. Atenção Messi, em Atlanta. Bate o argentino e é um grande golo. Implacável Lionel Messi. عنده كام سنة دلوقتي؟ عنده حاجة 38 سنة، دخل 39 40 مثلا. إن يحط فاول زي كده وفي الجون ويحطها في زاوية ضيقة، يعني لسه في كورة، لسه هو بيلعب كورة. لعيبة بورتو، إحنا هنلاعب البورتو، هنلاعبهم يوم الأربع أو يوم التلات، مش فاكر، يعني يوم الأربع أو التلات. بس أنت لازم تكسب بقى الماتش الجاي اللي أنت هتلعبه، لازم تكسبه من غير كلام. لعيبة بورتو بتلعب بشكل برود،
لعبت بالميراس احنا خسرنا منها، يلا بالسلامة انت طلعت. انت لو خسرت الماتش الجاي انت بره كأس العالم، انت مش هتلعب. مش هتلعب، انت كده خرجت الكورة، انت خرجت بره الكورة، انت خرجت بره كأس العالم بالسلامة، انت مش هتلعب. لازما تكسب الماتش الجاي، لازما على الأقل. انتر ميامي كسب في التاني، يعني هو بقى ضامن انه صاعد اسمه ده لدور الستاشر وبتاع والكلام ده، ده ضامن. تمام. انت عايز اكتر من كده تاني؟ انت خسران، انت خسران. انت المفروض تفوق، فوق. دي مش شكل اللعيبه دي مش شكل اللعيبه. انت جايب زيزو، جايب بن شرقي، جايب بن رمضان، جايب تريزيجيه، جايب جايب حراس مرمى تانية. تمام، وجايب دفاع. طب انت عايز اكتر من كده تاني؟ انت معاك كميه لعيبه راكنهم على الدكه، والله راكنهم على الدكه. مروان عطيه لعب كويس، لعب كويس جدا، انا مش هقول لك وحش، لعب كويس. تمام. انت بقى منزل لي لعيبه، يلا ننزل خبط، ما احنا كده كده خسرانين، احنا طالعين، طلعنا خلاص. حاجة يعني مش عارف، حاجة قرف أو حاجة، أنا مش عارف أقول إيه، بس يعني إن شاء الله خير. إن شاء الله الماتش الجاي خير. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتدوسوا لايك أهم شيء. مع السلامة.